بقيت انتبه جدا لما ابن او ابنه يقعدوا قدامي واول كلمه اسمعها يا دكتور انا زهقان. لان الطفل ببساطه ما بيجيليش ويقول لي انا قدرتي على تحمل الاحباط والملل بقت ضعيفه، ولا بيجي يقول لي انا اتعودت على المكافآت السريعه. هو بيقول بكل بساطه انا زهقان. وشغلنا ان احنا نفهم الكلمه اللي ورا الكلمه. اسمع الجمله دي كويس لانها ممكن تغير طريقه تربيتك ونظرتك لابنك. المشكله مش ان ابنك بيزهق، المشكله ان هو بقى ما بيعرفش يستحمل الزهق. وده واحد من اخطر التغيرات المنتشره اللي انا بقيت بشوفها في العياده تقريبا بشكل يومي. زمان الطفل لما كان بيزهق كان يطلع يجري، يرسم، يفك لعبه ويركبها، يخبط على باب صاحبه او يقعد يخترع لعبه من مفيش. كان عقله بيتعلم يخلق متعته بنفسه. اما النهارده اول ما بيزهق ايده على طول تروح للشاشه. واحد من علماء النفس المشهورين اسمه والتر ميشل عمل تجربه بقت من اشهر التجارب في علم النفس. جاب اطفال وحط قدام كل طفل حاجه حلوه وقال لهم ممكن تاكلوها دلوقتي، لكن اللي هيستنى شويه هياخد 2. الموضوع ما كانش عن الحاجه الحلوه، كان عن سؤال اهم: هل الطفل يقدر يستنى؟ هل يقدر يتحمل ان المكافأة ما تجيش دلوقتي حالا؟ هل يقدر يتحكم في رغبته لحد ما يوصل لمكافأة اكبر؟ ولما تابعوا الاطفال بعد كده ظهر ارتباط بين القدرة على الانتظار والتحمل وبعض جوانب ضبط النفس والاستمرار. والابحاث بقى اللي اتعملت بعد كده كاستكمال قالت لنا كمان ان البيئة والامان والثقة في ان الوعد هيتنفذ كلها بتفرق. يعني الفكرة مش اننا نحكم على الطفل من موقف واحد، لكن اننا نفهم مهارة مهمة جدا: تأجيل المكافأة وتحمل الانتظار مهارات بتتربى. وانا كل يوم تقريبا بشوف نفس الاختبار، بس بدل الحاجة الحلوة بقى في شاشة. الموبايل مش هو المشكلة، المشكلة لما يبقى هو العلاج الوحيد لإحساس الملل والزهق. وهنا تبدأ المشكلة. احنا مش بنخسر ولادنا مرة واحدة، احنا بنخسر قدرتهم على التحمل شوية شوية. يزهق من المذاكرة يقفل الكتاب، يزهق من التمرين فيبطل يروح التمرين، يزهق من أي هواية محتاجة وقت عشان يتعلمها فيسيبها قبل ما يتعلمها، يزهق من الحوار فيقفل باب أوضته ويخليه مع نفسه، يزهق من صاحبه فيقطع علاقته بيه، يختلف مع أخوه فيتحول الخلاف بسرعة لخناقة. وللأسف بقينا نشوف إخوات عايشين في بيت واحد لكن كل واحد عايش في عالم لوحده، كل واحد مع شاشته وسماعته وفي أوضته. بقوا ما يعرفوش إن هم يقعدوا مع بعض، ما يعرفوش يخترعوا لعبة، ما يعرفوش يستحملوا اختلاف بسيط، وأول ما يقابلوا بعض يتخانقوا. مش بالضرورة لأنهم بيغيروا من بعض أو ما بيحبوش بعض، لكن لأن هم ما أخدوش فرص كفاية إن هم يتعلموا فيها المشاركة، يتعلموا فيها الانتظار، يتعلموا فيها التفاوض والتنازل، يتعلموا فيها ان هم يتصالحوا بعد ما يتخانقوا. لان اللي ما اتعلمش يستحمل الزهق والملل غالبا هيبقى صعب عليه جدا ان هو يستحمل الخلاف ولو بسيط. وفي العيادة بقيت اشوف المشكلة دي ورا مشكلات كتير جدا، ورا الافراط في استخدام الالكترونيات، ورا التسويف، ورا ضعف التركيز، ورا العصبية، ورا الانسحاب من اي حاجة فيها مجهود ولو بسيط، ورا علاقات بتبدأ بسرعة وبتنتهي أسرع، وأحيانا ورا سلوكيات مؤذية الولد بيجري لها مش لأنه عايزها فعلا، لكن لأنه هو عاوز يطفي إحساس مزعج وبأسرع طريقة ممكنة. طيب يا دكتور نعمل إيه؟ 1. ما تضيعوش الزهق بسرعة. مش كل مرة ابنك يجي يقولك أنا زهقان نجري ونجيب له شاشة أو نجيب له فيديو أو نجيب له لعبة جديدة. ما تتحولش انت لقسم ترفيه شغال 24 ساعة. قول له بهدوء أنا فاهم إن أنت زهقان، فكر شوية أنت ممكن تحب تعمل إيه. سيب له مساحة عقله يدور فيها على حل، لأن لو حضرتك قدمت له الحل في كل مرة هو مش هيتعلم إن هو يخترع حاجة بنفسه. الخطوة التانية دربوه على جرعات صغيرة من الفراغ. ما نطلبش منه فجأة إن هو يقعد ساعتين من غير شاشة. نبدأ الأول ب10 دقايق، وقت قصير من غير موبايل ومن غير تلفزيون ومن غير حد مسؤول عن تسليته، وبالتدريج نزود الوقت. احنا مش بنعاقبه بالملل، احنا بنبني عنده عضلة الاحتمال. والخطوة الثالثة رجعوا النشاط اللي مكافئته بتيجي متأخر، زي الرياضة والقراية والرسم، ان هو يركب مكعبات، يزرع، يطبخ، يحفظ، يتعلم مهارة جديدة. اي نشاط ما يديش مكافئته من اول دقيقة، نشاط يعلم المخ
إن المتعة الحقيقية أحيانا بتيجي بعد التعب، وإن الإتقان محتاج وقت. رابع خطوة، رجعوا الحياة بين الإخوات. اعملوا وقت ثابت من غير شاشات، لعبة جماعية مهمة في البيت، أكلة يحضروها سوا، مشوار يروحوه مع بعض، رياضة أو حتى قعدة قصيرة. ما تتدخلش من فضلك في كل خلاف صغير ما بينهم، راقب الأمان بس، لكن سيب لكل واحد فيهم مساحته، يتفاوضوا، يعتذروا، يصلحوا اللي حصل. لأن مهارة تحمل الناس ما بتتعلمش على الشاشات، بتتربى جوه البيوت. خامس خطوة، ودي عايزك تنتبه معايا فيها، بلاش نخلط ما بين الملل والاكتئاب. الملل العابر طبيعي، لكن لو ابنك فقد اهتمامه بكل حاجة وبقى منسحب طول الوقت ونومه وأكله متغيرين وبقى حزين أو عصبي أغلب الأيام، أو بيقول إن مفيش حاجة بقى ليها معنى في الحياة، هنا ما نقولش إن ده زهقان وده واد متدلع. هنا لازم نقف ونسأل ونفهم ونطلب مساعدة متخصصة لو احتاجنا. الخطوة السادسة، خليه قدوة. لو ابنك شافك أول ما بتسكت دقيقة بتمسك الموبايل، هيتعلم إن أي فراغ لازم نهرب منه. لكن لو شافك بتقرأ أو بتتمشى أو بتصلح حاجة بايظة أو بتقعد مع أسرتك أو بتصبر على مهمة طويلة، هيتعلم منك إن الملل ده مش حاجة خطر، وإن الإنسان مش لازم يبقى مستمتع في كل ثانية. مفتاح حلقتنا النهاردة، اوعى تربي ابنك إن هو يهرب من الملل، ربيه إن هو يعرف يستحمله ويحوله لحركة وفكرة جديدة وعلاقة ومهارة جميلة. لأن الطفل اللي بيتعلم يستحمل الملل بيتعلم يستحمل المذاكرة والتعب والانتظار وأحيانا الفشل والاختلاف، ويتعلم إن مش كل باب صعب يقفله ويمشي. أكبر هدية ممكن تديها لابنك النهاردة مش إنك أنت تمنع عنه كل لحظة ملل، لكن إنك أنت تعلمه إزاي يعديها من غير ما يهرب من نفسه. يمكن بعد الحلقة دي تبص لابنك بطريقة مختلفة، وده كان هدفي، مش إنك أنت تقلق ومش إنك أنت تحرمه فجأة من كل حاجة بيحبها، لكن إنك أنت تلحق قدرته على الاحتمال قبل ما تضعف أكتر. وفي الحلقة الجاية هطلب من الأب والأم يسيبونا شوية، لأن أنا عندي كلام مش هقوله عن ابنكم، أنا عندي كلام عايز أقوله له هو. ولو أنت سمعتني دلوقتي بالصدفة وحسيت إن الكلام ده بيتكلم عنك، أنا مش عايزك تقفل. أنا مش جاي ألومك ولا جاي أقولك إنكم جيل مدلل. أنا عارف إن في معركة بتحصل جواك، كل مرة الفراغ بيبقى تقيل عليك، وكل مرة بتحتاج حاجة تطفي الزهق بسرعة. في الحلقة الجاية أنا هفهمك ليه كل ده بيحصل، وهقولك إزاي تستعيد التحكم في وقتك من غير ما حد ياخد منك الموبايل، ومن غير ما تبقى حياتك كلها أوامر. استناني، أنا المرة الجاية مش هتكلم عنك، أنا هتكلم معاك، ويمكن أقولك كلام كان نفسك حد يقوله لك من زمان.